السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. بتيجوا نعمل الغدا. هنعمل غدوه سريعه. هنعمل الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء من الخضار اللي تقيل قوي على قلوب ناس كتيره، ناس ما بتحبهوش كتير، بيبقى مظلوم على السفره بتاعتنا. هنعمله النهارده بطريقه حلوه قوي وطعمها لذيذ قوي، واللي مش هيحبها يحبها. انا ما كنتش بحبها الصراحه، طعمها خطير. يلا بينا نعملها باللحمه او بدون اللحمه، اللي موجود نعمله. عندي هنا تقريبا 600 جرام من الفاصوليا، وتقريبا كيلو الا ربع من اللحمه. هدي صدمه كده للحمه، او تشويحه او تحميره حلوه للحمه في شويه زيت صغيرين، لان اللحمه فيها دهون. بعد ما اتحمرت اللحمه نزلت عليها ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره، تقلبتين برضو والبصله تاخد لون. واديها شويه بهارات كده، شويه ملح وشويه فلفل وشويه حبهان مطحونين او حبوب، وورقه لوري، ومعلقه من الثوم المطحون. هقلب كل ده مع بعضه، وهنزل بالطماطم. الطماطم المعصوره او المتسبكه، دي كانت طماطم متسبكه عندي في الفريزر. نزلت عليهم بمكعب من المرقه والميه السخنه، ونزلت عليهم بمعلقتين من معجون الطماطم اللي هو العلب. سبتها لحد ما تستوي، والميه بتاعتها قلت شويه، رحت مزوداها ميه وخليتها تغلي. وبعد كده هنزل عليها بالفاصوليا. انا مقطعه الفاصوليا قطع كبيره، بتبقى شكلها اشيك وبتبقى حلوه يعني في التقديم. ونسيبها بقى تستوي. تمام، كله يستوي مع بعضه ما شاء الله، خدتش وقت خالص. شايفين جميله ازاي، وطعمها والله العظيم كان خطير. كده الغدا بتاعنا خلص. نقدمه بقى جنب شويه رز بالشعريه، رز ابيض وبالعيش المحمص، هتبقى تحفه طبعا. جنب شويه سلطه، جنب شويه مخللات، والف هنا. جربوا الفاصوليا بطريقتي دي، ان شاء الله تعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي.